مساكم الله بالخير أهلنا وناسنا في مدينة الطارمية. اليوم راح ناخذكم بجولة تعريفية عن حمام ومسبح وحمام السركال في مدينتنا الحبيبة. أول ما تدخل اليوم عندك هنا الاستعلامات. مساك الله بالخير عمي أبو قتيبة. الله بالخير، صحة والعافية. صحة عيني ربي جود مبارك إن شاء الله على هذا الموقع المشرف. الله يبارك. جزاكم الله خير على هذا المكان وهاي الأعمال الطيبة إن شاء الله اللي تضيف لمسة جميلة لمدينتنا إن شاء الله. الله يبارك فيكم. اليوم نريد ناخذ لمسة ونعرف أهلنا وناسنا عن جولة تعريفية عن حمام السركال وما يدور داخل الحمام. الله يبارك بعمرك يسلمك. هنا عندنا مكان اللي يدخل الزبون إلى إن شاء الله يشرب قهوة، نسكافيه، حليب، كل شيء متوفر. هنا أدوات التدفئة. هنا عندنا القعدة العربية إن شاء الله. أهلنا أول ما يجي يريد يقعد يستريح إن شاء الله. راح ناخذكم بجولة داخل المسبح ونشوفكم شنو داخل المسبح والحمام. اللي يريد يتزوج، عرسان، اللي عنده مضاعفات، اللي عنده مريض، اللي عنده شلون نقول عندنا مثلا امراض مزمنه او فد شيء، مفاصل، امراض المفاصل كلها اليوم راح نقدر نعالجها داخل هذا الحمام وما يدور داخل الحمام. راح ناخذكم بجوله ويانا. وهذا المنيو بكل الاسعار والموجودات جوا وكل ماده وتعريفها، الساونات والفائده منها، كل الساونا والفائده منها. ممكن نعم بس نشوف. تفضل كل الهلا. ناخذنا بجوله تعريفيه عن مود نقدر ناخذ راحتنا. اهلا وسهلا. حياك الله. هنا اول ما تدخل الحمام ان شاء الله راح تكون المنزع والامانات اللي تخلي داخلها ملابسك واماناتك حتى تقدر تدخل داخل الحمام ان شاء الله. هنا عندنا ادوات شو اسمه اللي الحمامات اللي تدخل بها تبدل ملابسك والتبديل ان شاء الله. اي هذا عندنا هنا ورا ما تخلص الحمام عندك الشسوار وعندك ميزه تواليت حتى تهيئ امورك وترتب نفسك وتقدر تطلع. تعالوا وياي اخوي هشام. حمام ملح الهملايا. هذا الحمام والملح يعالج الكثير من الامراض، امراض المفاصل المزمنه، الفقرات، اذا عندك امراض جلديه. طبعا هذا الملح اللي هو اكثر شو اسمه اكثر مواد كربونيه واملاح يعني ما تخلي عندك اي الام بالمفاصل او الام الظهر ان شاء الله. اول ما تدخل هنا راح ندخل نعالج الامراض ونقتل البكتيريا والاوساخ، وراها نرجع ناخذك بجوله داخل الحمام. اي نعم. هنا نجي هنا عندنا نعم هنا عندنا الساونا الجافه اللي هي غرفه. هنا عندنا الساونا الجافه اللي هي تحتوي على غرفه صغيره 3 في 2.5، تحتوي على تدفئه كامله، داخلها حراره قويه ما يقارب الى 50 الى 60 درجه مئويه من الخشب. راح هنا تعالج شكو امراض، شكو عندك بجسمك تطلعها. الساونا البخاريه هاي ثالث فقره اللي هي تعالج بها الاوساخ والالام. راح ندخل بها ان شاء الله بعد ما نجري جوله حول المسبح. التدليك اللي يتم بها تدليك الجسم ونزع الاوساخ من عندها ان شاء الله. هاي هنا عندنا الغرفه مال التدليك، اي غرفه الدلاك. هنا هاي عباره عن غرفه مكونه في 8 في 10 اللي هي عباره عن استراحه. تاخذ بعد ما تدخل من الساونا الجافه والبخار والساونا البخاريه راح تاخذ استراحه هنايا. هاي الغرفه مكونه من
ثمانية من الجدر اللي يحتوي من المرمر الخالص، أدوات كلها معقمة، تعقيم كامل من أيدي نظيفة ومن أهلنا وناسنا في مدينة الطارمية، كلهم أصحاب خبرة وعمل. هاي الغرفة راح آخر مرحلة يتم بها ملاحظة مهمة، هاي الصبة اللي تحتوي من المرمر صبة حرارية، يعني بعد ما تخلص الحمام مالتك تجي هنا تاخذ لك قسط من الراحة ترتاح. هاي الصبة عبارة عن حرارة داخلها، راح تاخذ قسط راحة من ورا ما تخلص المسبح، تجي هنا تاخذ قسط من الراحة. أحبتي الأعزاء، بعد ما أخذناكم بجولة تعريفية عن حمام السركال وما يدور داخل حمام السركال من معرفات، من الساونا الجافة والساونا البخار والحمام وغرفة التدليك، اليوم راح نحب نوجه أهلنا وناسنا لهذا المكان اللي أضاف لمسة جميلة جدا لمدينة الطارمية. جهود مباركة قام بها الأخ الحاج فايق. طبعا الحاج فايق له فد موقع مهم جدا في مدينتنا الطارمية، اللي قدر أن يضيف لمسة جميلة لهذه المنطقة اللي منكوبة مفقودة من جميع المتنزهات، من متنزه ومن حمام ومن كوفي ومن مدينة كبيرة تحتوي على كافة مستلزماتها. المسبح الترفيهي اللي هو بالصيف والحمام السركال في الشتاء. ثانيا عندنا هذا الحمام راح يضيف العرساننا واهلنا وناسنا اللي عندهم مرض الفقرات وامراض المزمنه. طبعا عنده الكثير داخل هذا المسبح اللي تعالج هذه الامراض. اولها هي امراض الفقرات والجيوب الانفيه والامراض اللي تحتوي على الفقرات. نوجه رساله لكل اهلنا، اي شخص ما عنده او هو مريض وشلون نقول ما يقدر يعالج هاي الامراض، الحاج فايق طبعا يوجه رساله لكل اهلنا، الكل واحد ما عنده يجي هنا وعلى حساب الحاج فايق. طبعا جهود مباركه، احنا تجمع شباب اهالي طارميه الخير الاول والاخر، احنا نشد ايدنا ورفع معنويات اهلنا وناسنا بأن اليوم يشجعون هذه الأعمال في مدينة الطارمية، لهذه المدينة التي أضافت لأهلنا وناسنا الكثير من الأمور. أخواتكم في تجمع شباب أهالي طارمية الخير، إن شاء الله إحنا دائما نحب نثبت لأهلنا وناسنا إحنا وياهم بكل مكان وبكل موقع وبكل عمل يصب في خدمة ومصلحة أهلنا وناسنا في قضاء الطارمية. بلش. أحبة الأعزاء، طبعا يوجد كادر متخصص بالتدليك، وهذا عندنا هنا فقرات مهمة اللي هي فقرات الزيوت، زيت الكتان اللي هو يعالج الكثير من الأمراض. طبعا عندنا 3 أنواع من الزيوت، هذا عندنا زيت الكتان، وعندنا هذا زيت الكروت، وعندنا هنا زيوت طبيعية خالصة اللي هي تريح الجسم مباشرة، زيت الريحان اللي هو يكون حار، وعندنا هنا زيت الدارسين يهدي الاعصاب ويلين الفقرات، علاج طبيعي كامل. هنا عندنا صابون نفس الفقره بس هذا فقط للاستحمام، صابون الصبار الاصلي بالاعشاب، وهنا عندنا صابون البابايا اللي هو صابون نباتي خالص. اجمل فقره بحمام السركال هو هذا الكرسي مال التدليك. شكو تعب شكو فقرات عندك راح من تصعد على هذا الكرسي كانما صعد سياره سكالين. وبالختام ننهي جولتنا في حمام السركال. كانت لنا جولة سريعة، مقتطفات سريعة عن حمام السركال وما يدور حول حمام السركال. نشكر جهود الحاج فايق على هذا المكان الرائع. طبعا انصحكم نصيحة اخوية بان زور حمام السركال وما تحتار ان شاء الله، جربوه وما راح تخسرون فد شيء. عندنا ضيافة مجانية طبعا، شاي دارسين تكون من ضمن الضيافة.
نشكر جهودكم ومبارك لكم هذا الصرح الجميل.